ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الوصفه بتاعتي خطيره خطيره بمعنى خطيره. احلى عيش ممكن تاكليه في حياتك كلها. ما تعرفيش ده منه رقاق طري، ما تعرفيش فطير، ما تعرفيش عيش تورتيلا. بجد طعمه حكايه، هو كان ميكس ما بين كل الحاجات الحلوه دي. انا عندي جبت كيلو دقيق، ونصيحه مني تزودي لان انتي لو ما زودتيش هتندمي. كيلو دقيق يا قمر، وعليه 3 معالق كبار كده. وش اللبن حطي، انتي بتحطي لولادك يعني حطي براحتك. وزي ما انتوا شايفين كده مج القهوة ده حطيته زيت. تمام. وحطيت معلقة ملح ومعلقة سكر صغيرين. هبتدي بقى ايه في العجينة كده، اللي انا اشبع العجينة بالحاجات اللي انا حطيتها، وخصوصا وش اللبن. بتفضلي بقى زي ما انت شايفة كده بتفركي بايدك في العجين، ومية دافية على الكمية على حسب ما العجينة تتلم معاكي وتتظبط. تفضلي تعجني فيها لمدة 10 دقايق. 10 دقايق عشان خاطر العجينة تاخدي منها قوام تحفة. زي ما انتوا شايفين كده فردت المفرش بتاعي السيليكون، أنا مش بستغنى عنه في العجن. وفضلت بايدي اعجن، وانا كنت عاجنه كمان اوريدي في القرانه بتاعت ايه العجينه دي. عجنتها، بصوا القوام بتاعها وملمسها كان فظيع، عجينه ولا بتلزق. عجينه طريه جدا، بتتشكل معاكي بكل سهوله. بتغطيها كده بفوطه مطبخ تكوني مخصصاها للعجين لمده نص ساعه ترتاح بس شويه، هي ما بتتخمرش. بتقرصي بقى الحجم اللي انت عايزاه. عايزة حجم الليمونة، عايزة حجم البرتقانة، حسب ما انت عايزة. يعني ده ليكي فيه الحرية. عايزة اقولك ولادك هيخلصولك الكمية اصلا وانتي لسه بتعملي فيها، كان طعمها تحفة. بتحشي اي حاجة، تحشي شاورما، تحشي تعملي كريب، تحشي جبن. الحشوة اللي انت عايزاها تحشي بيها. انا هنا بصوا بفرد العجينة، ولا رشة دقيق ولا رشة زيت ولا اي حاجة، هي قوام العجينة وملمسها كان تحفة. اسويها ازاي بقى؟ بطريقه سهله جدا، ولا بهدله ولا اي حاجه. اي صينيه كده عندك يا قمر، واقلبيها على البوتاجاز وانت مشغله العين بتاعتك، وطبعا بتبقي محضره الطبق اللي هتطلعي فيه. تفردي العجينه كده عليها، وعايزه اقولك يعني الرغيف ما بياخدش ثواني معاكي وبيكون استوى، بيبقى زي العسل. بصوا الفقاعات اللي فيه، بصوا بيقب ازاي. معنى اللي هو بيقب، معنى اللي هو بيستوى من جوه. كان تحفة بجد. وعايزة اقولك عامل زي طبقة تانية كده لما بيستوى، كأنه عامل زي الفطير. هنا عفوا الكاميرا كانت اتهزت مني شوية. بصوا عايزة اقولكوا كان تحفة بجد. بصوا بيقب ازاي. والله والله اعمليه وجربيه وادعيلي بس. بتفضلي كده يا قمر تقلبي فيه يمين وشمال لحد ما تحسي اللي هو لونه بيض كده كله، وفي كام كده تحميرية زي ما انت شايفة، اعرفي اللي هو كده استوى. بتحطيه عندك وتغطيه على طول عشان يفضل طري، الحروف بتاعته ما تنشفش. هنا كنت هعمل معاكم واحدة تانية. بصي بفرده بكل سهولة ازاي، من غير ما بفرش دقيق، من غير ما بفرش زيت، العجينة ما بتلزقش في ايدي. كانت بجد القوام بتاعها تحفة. بحطها على ظهر الصينية كده، وابتدي بصوا يعني اللهم بارك، كل ما بحط الرغيف بيقب ازاي. معنى اللي هو بيقب العجينة بتاعتك ناجحة، العجينة بتاعتك بتستوى بكل سهولة، ولا دربكة مطبخ ولا بهدلي الدنيا ولا اي حاجة بصراحة. كان تحفة. بتسويه على البوتاجاز من فوق من غير فرن ومن غير اي حاجة. انا هنا كنت عمال بقى شغالة فيه بقى اعمل الكمية. عايزة اقول لكم الكمية طلعت يعني كيلو دقيق ما شاء الله طلع معايا كمية حلوة قوي. بصوا انا هو كان سخن على فكرة، انا مكنتش قادرة امسكه. بصوا بفرد فيه وكرمشه ويرجع يتفرد تاني، وكان تحفة. عايزة اقولكوا كان عامل طبقة تانية جواه، كأنه عامل زي الفطير بالظبط، كأني عاملاه على طبقتين. متنسوش بقى يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة. واتمنى اشوف تعليقاتكم ورأيكم ايه في التجربة الجبارة دي. هتعملوه وتجربوه وادعولي. بصوا اللهم بارك، كان تحفة بجد بمعنى كلمة تحفة.